السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين الزهموسين. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم بريوش بطريقة سهلة ومبسطة، وكيجي اكثر من رائع، كيجي خفيف بزاف وقطني وكيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. بداو بالصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات كنحتاجو كاس من الماء دافي، عندي كاس ديال الحليب دافي، وعندي هنا نص كاس قل كما كتشوفوا معايا، ما وصلش نص كاس ديال الزيت نباتيه، بيضه واحده، جوج ملاعق كبار من سكر حبيبات او سنيده، عندي ساشيه ديال الفاني بنكهه زهره البرتقال، ممكن تعوضوها بالفاني كيف ما ممكن انكم تعوضوا بقشور ديال البرتقال او لا الحامض. وعندي ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه كما كتشوفوا معايا، ملعقه اللي ما عامراش على هذا الشكل اولا ملعقه متوسطه كتستعملوا. عندي ملعقه كبيره ديال الزبده والملح حسب الذوق، والدقيق غادي نعبر لكم شحال هزت ليا العجينه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا جبنا اناء وكنفرغوا فيه السوائل، هما الاولين كما قلت لكم عندي الحليب والماء دافيين، غادي نضيف الخميره والسكر حبيبات وساشيه ديال فاني بنكهه زهره البرتقال. كنخلط هاد المكونات وغادي نضيف هنا واحد 3 ملاعق كبار من الدقيق كما كتشوفوا معايا، وكنغطي على هاد الخليط لمده ديال 5 ديال الدقائق. كتفاعل لينا الخميره ورجع معكم ان شاء الله باش كنكملوا باقي المراحل. كيف ما كتشوفوا معايا هنا بعد ما دازت المده ديال 5 ديال الدقائق غادي نكملوا باقي المراحل. غادي نضيف هنا الزيت، زيت نباتيه كما قلت لكم، نص كاس قل ديال الزيت نباتيه. غادي نضيفوا هنا ابيض البيض، وغادي نحتفظوا بالاصفر للتزيين. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه كما شفتوا معايا هنا. كنخلطوا هاد المكونات وغادي نبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. انا هنا هزت ليا بالنسبه للدقيق هزت ليا 6 الكيسان قل ربع ديال الدقيق، دقيق ابيض الخاص بالحلويات. ودائما الدقيق كيختلف، كاين اللي كيتشرب السوائل بسرعه وكاين اللي لا. صافي هنا كنضيف الدقيق كما كتشوفوا معايا، كنبقى نضيف شويه بشويه. هنا غادي نزيد الملحه على حسب الذوق، وغادي نبدا نجمع العجين ديالي كما كتشوفوا معايا. غادي نحيد الطراب ونبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. كما قلت لكم هزت ليا 6 كيسان قل ربع ديال الدقيق الابيض. صافي كنستمروا على هذه الطريقه كما كتشوفوا معايا، كنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كنجمعوا العجينه. كتكون عندنا عجينه ما مرخوفاش بزاف وما قاصحاش كما كتشوفوا معايا، كتكون القوام ديالها على هذا الشكل. غادي نضيف هنا ملعقه ديال الزبده. بالنسبه للملعقه ديال الزبده الا ما بغيتوش تزيدوها في العجين غادي تستعملوا نصف كاس ديال الزيت النباتيه. بالنسبه للزبده كتعطيها واحد الطراوه وكتهششها كيجي هذا البريوش كيجي لذيذ. كما كتشوفوا معايا هنا بعد ما جمعت العجين القوام ديالو كيكون على هذا الشكل، وغادي نغطيه بلاستيك غذائي وغادي نخليها حتى كتخمر وكتضاعف الحجم ديالها ورجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنا بعد ما خمرت العجينه ديالنا وضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا معايا كتكون على هذا الشكل. هنا كنخرجوا منها هذاك الهواء اللي بالداخل ديالها كما كتشوفوا معايا. كتكون عجينه اللي لينه على هذا الشكل وكتكون كما كتشوفوا كتعطي الطوع في اليد. هنا غادي نقطعهم كريات، تقريبا هنا درتها 16 كريه او 15، وانتم كيبقى لكم الاختيار. ممكن ديروهم كبار على هذا الشكل وكيف ما ممكن تصغروهم على هذا الشكل. صافي كنستمر في التشكال ديال الكريات كما كتشوفوا معايا هنا. بعد ما كملت التشكال ديال الكريات كنجيب واحد المول دائري على هذا الشكل اولا مستطيل اللي بغيتو نتوما، كدهنوه بالزبده
وكترشوه بالدقيق اولا كدهنوه بالزيت وترشوه بالدقيق. وكما شفتوا معايا درت واحد الزلافه في الوسط باش تشد لينا باش يجينا العبار ديال البريوش ديالنا مقاد. وغادي نحيدوها في الاخير. كما كتشوفوا معايا هنا عندي الزبده اللي ذوبت. كنجيب كل كريه كندهنها بالقليل من الزبده، كنحاول انني نقرصها او نبسطها كما كتشوفوا معايا بطريقه اللي سهله ومبسطه. ممكن تستعملوا المول ديال الكيك اللي كتكون اللي كيكون فيه هذاك الحفره من الوسط. صافي كنستمر على هذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. كنبقى نكرس كل كريه بالقليل من الزبده، وكنحط وحده على وحده كما كتشوفوا على هذا الشكل كما موضح في الفيديو بطريقه اللي سهله ومبسطه، وكيجي بريوش اللي رائع وخفيف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كنبقاو غادي بنفس الطريقه وحنا كنبسطوا في الكريات دائما بالقليل من الزبده حتى كنكملوا العجين كامل ورجع معكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنا بعد ما كملت العجين كامل كندهن بالقليل من الزبده. هنا وريتكم الا بغيتوا تزينوه بالشوكولاط بلا ما تدهنوه بالبيض ممكن كتخليوه حتى كيخمر وكيضاعف الحجم ديالو وكتدخلوا الفران مباشره. انا هنا مشى ليا المقطع فاش كنت بعد ما خليته اختمر على هذا الشكل وضاعف الحجم ديالو دهنته بالاصفر ديال البيض اللي احتفظت به من قبل مع القطرات من الخل وكنبدا نزينوه بالشوكولاط كما كتشوفوا معايا. بهذه الطريقه هاد المرحله كديروا البيض هو الاول عاد كديروا الشوكولاط. صافي هنا كندير قطع ديال الشوكولاط. ممكن ديروا عنب مجفف كيف ما ممكن ديروا حبيبات الشوكولاط اولا كتخليوه حتى الاخير ملي كيطيب وكيتحمر كدهنوه بالمربى وكتزينوه بالكوك. كيف ما ممكن ترشوا زنجلان كيبقى لكم الاختيار على حسب المتوفر في البيت. هنا كنخليه بعد ما زينته كما كتشوفوا معايا كنشعلوا الفران في نفس الوقت وكنخليوه حتى كيسخن مزيان. غادي ندخلوا البريوش ديالنا يتحمر. انا هنا غادي ندير الفران على 200 درجه. بالنسبه للفرن غازي دائما كنشعلوه من الاسفل هو الاول حتى كيطيب وكيتحمر وكنحمروه من الوجه ديالو كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديال البريوش ديالنا بعد ما طاب. كما قلت لكم انا عندي فرن كهربائي كنشعل الفوق والتحت في نفس الوقت على درجة حرارة 200 كيجي على هذا الشكل. هنا بعد ما خليته دفا واحد شويه غادي نزينو اولا غادي ندهنو بالقليل من المربى كيبقى اختياري باش كيعطينا داك اللمعان للبريوش. وممكن الاستغناء على المربى. صافي هنا كندهنو كما كتشوفوا معايا وغنرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا بعد ما زيناه بالقليل من المربى كما كتشوفوا معايا. انا هنا حيدته من المول كيتحيد بكل سهوله وكيجي بريوش اللي رائع ولذيذ وخفيف وقطني. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. كما كتشوفوا معايا تقدموه لوليداتكم غادي يعجبهم ان شاء الله. كيعجب الكبار والصغار. هنا غادي نقطع معكم تشوفوا انه كيتقطع بكل سهوله وكيجيو دوك القطع كيجي الشكل ديالهم زوين. بالنسبه للحلاوه ديال البريوش ما كيجيش حلو بزاف ممكن تقدموه مع الشوكولات اولا المربى على حسب اللي كيبغيو وليداتكم. كما كتشوفوا معايا كيجي خفيف خفيف بزاف وقطني. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ويعجبكم المحتوى ديالها ما تبخلوش عليا من لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. تخليوا لي التعاليق ديالكم حتى هما كيهموني. تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. وشكرا على المتابعه الى فيديو قادم ان شاء الله.